أهلا بيكم في قناة ساندويتش إنجليزي، القناة اللي هتخليك تتكلم بطلاقة. إحنا بناخدك من البداية للاحتراف، بنخليك تتعلم كل الجمل الجاهزة اللي ممكن تقولها في حياتك وفي كل المواضيع. ومش موضوع واحد ولا حلقة ولا 2، لأ، إحنا بنقسم الموضوع على كذا حلقة عشان ناخدك فيه من البداية للاحتراف. تابع معانا الفيديوهات كل يوم، ووعد مننا هنخليك تتكلم بطلاقة. جرب وشوف بنفسك، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. That's one way to look at it. هننطق الجملة مرتين. That's one way to look at it. That's one way to look at it. معناها بالعامية المصرية دي وجهة نظر برضو. بستخدمها إمتى؟ لما حد يقول رأي مختلف في نقاش. That's equals دي. One way equals طريقة واحدة. To look at it equals تشوفها بطريقة. بدائل ممكن أقولها I see your point. I see your point. معناها شايف رأيك. بستخدمها رد هادي لما تفهم رأيه. Fair enough معناها ماشي كده. بستخدمها لما تقبل رأيه بسرعة. That escalated quickly. هننطق الجملة مرتين. Well, that escalated quickly. Well, that escalated quickly. معناها إزاي الموضوع سخن فجأة كده. بستخدمها إمتى؟ لما نقاش هادي يتحول لشجار فجأة. Well, إزاي أو that الموضوع ده escalated سخن تصاعد. Quickly فجأة. بدائل that took a turn. معناها إن حاجة اتغيرت فجأة. بستخدمها لما الموقف يتغير مفاجئ. Didn't see that coming. Didn't see that coming. معناها مش شايف ده جاي. بستخدمها لما تحصل مفاجأة. 3. I could say the same about you. هننطق الجملة مرتين. I could say the same about you. I could say the same about you. معناها نفس الكلام عنك يعني. بستخدمها إمتى؟ لما حد ينتقدك في حاجة هو بيعملها. I could أقدر say the same equals نفس الكلام about you عنك. بدائل right back at you. معناها راجع ليك برضو. بستخدمها رد سريع في نقاش. Look who's talking. Look who's talking. معناها تشوف مين بيحكي. بستخدمها لما اللي بينتقدك هو الغلطان. 4. Thanks for your opinion. Noted. هننطق الجملة مرتين. Thanks for your opinion. Noted. Thanks for your opinion. Noted. معناها رأيك وصل شكراً. بستخدمها إمتى؟ لما حد يديك نصيحة مش عايز تسمعها. Thanks equals شكراً. For your opinion equals على رأيك. Noted equals وصل بس مش هعمل بيه حاجة. بدائل point taken. Point taken. معناها الكلام وصل. بستخدمها رد ساخر سريع. Got it. Got it. معناها got فهمت يعني. 5. Let's agree to disagree. هننطق الجملة مرتين. Let's agree to disagree. Let's agree to disagree. معناها خلاص كل واحد رأيه. بستخدمها إمتى؟ آخر النقاش لما مفيش توافق. Let's خلينا. Agree نتفق. To disagree equals إننا مش متفقين. بدائل we see it differently. We see it differently. معناها كل واحد شايفها غير. بستخدمها لما تختلفوا في الرؤية. We're on different pages. We're on different pages. معناها إحنا مش على نفس الفهم. بستخدمها لما مش فاهمين بعض. 6. Nice try though. هننطق الجملة مرتين. Nice try though. Nice try though. معناها محاولة حلوة برضو. لما حد يحاول يخدعك ويفشل. Nice equals حلوة. Try equals محاولة. Though equals برضو. بدائل good effort. Good effort. معناها جهد حلو. بستخدمها لما المحاولة كانت كويسة بس فشلت. Almost had me. معناها قريب كنت هقنع. بستخدمها لما كان قريب ينجح. I'll take that as a compliment. هننطق الجملة مرتين. I'll take that as a compliment. I'll take that as a compliment. معناها هاخدها مديح. بستخدمها إمتى؟ لما حد يقول كلام سيء وتحوله لإيجابي. I'll take equals هاخدها. That equals that. As a compliment equals مديح. بدائل appreciate it. Appreciate it. معناها شكراً عليها. بستخدمها رد مهذب بس ساخر. I'll run with that. I'll run with that. معناها همشي بيها كده. You really thought that would work.
معناها بجد فكرت إن دي هتنفع؟ بستخدمها إمتى؟ لما خطة غبية تفشل. You really equals بجد. Thought equals فكرت. That would work. إن دي هتنفع. Was that your plan؟ معناها دي كانت فكرتك؟ بستخدمها استفسار ساخر. Seriously معناها بجد. بستخدمها تعبير عن الدهشة. Touché. هننطق الجملة مرتين. touché معناها لمسني صح. بستخدمها إمتى؟ لما حد يرد بنقطة قوية. touché بجد. لمسني صح. فرنسية good one معناها رد زين. بستخدمها إشادة برد حلو. you got me there. صادفتني هناك. بستخدمها لما يمسك نقطتك الضعيفة. 10. واو someone woke up sassy. هننطق الجملة مرتين. واو someone woke up sassy. واو someone woke up sassy معناها واحد صاحي شايط من الصبح. بستخدمها إمتى؟ لما حد يكون شايط من الصبح. واو someone واحد. woke up صاحي. sassy شايط. بدائل you're in a mood today معناها أنت عصبي اليوم. بستخدمها لما يكون في مود سيء. feeling spicy معناها شايط كده بستخدمها سخرية خفيفة من الشطارة.